مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيكي الصعيد. الفيديو النهاردة عن تجسيمة العربية الجلوري الدفسك. الجلوري يعتبر هي نفس التجسيمة بتاعت السوزوكي، بس أنا حبيت أصور الفيديو ده عشان خاطر معلومة معينة هوصلها لكم من خلال الفيديو ده. زي ما حضرتك شايف ادي السهم اللي انا شغال عليه، ونفس القصة السهم اللي فوق، في سهم انا شغال عليه اهو. السهم اللي في الترس هنا او الزنبة اللي فوق، الزنبة تبقى زي ما هي فوق كده. في سهم تاني الصاجة فوق اهو، في سهم صغير اهو قصاد النقطة اللي في الترس. كذلك الامر السهم اللي في الترس تحت ده قصاد السهم اللي هنا، ونفس القصة السهم اللي هنا قصاد الزنبة بتاعت الكرنك. تمام. المعلومة اللي أنا عايز أوضحها من خلال الفيديو ده إن كتينة الجلوري الدفسك مش هي نفس الكتينة بتاعت السوزوكي. يعني معظم الحاجة بتاعت الدفسك بتركب على السوزوكي، البلية، طرمبة المية، المعظم، بس ما عدا الكتينة. ليه؟ لأن دراع البستم بتاع الدفسك أطول من بتاع السوزوكي. الكتينة بتاعت السوزوكي 88 سنة، خد بالك من الرقم ده كويس. كتينة السوزوكي 88 سنة، لكن بتاعت الدفسك 90 سنة. اه 90 سنة. تمام. دي المعلومة اللي انا حبيت ابلغها لحضرتك بالفيديو، عشان خاطر لربما الميكانيكي يركب بتاعت سوزوكي ويقول لك هي مش هتظبط معاك في العلامات. تمام. وهتعمل معاك مشكلة اذا دورت. ما اعتقدش انها تدور، لان في فرق سنتين على الاقل. تمام. هركب وارجع اصور. اكتر من كده هشد البلية تبوظ، بلية الشدات دي تبوظ لو شديت اكتر من كده. تمام. ادي السنب، ادي زومبا، نفس القصة زومبا فوق. يا ريت لو انت جديد في القناة متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيدة ليك ولكل الناس. شكرا لكل المتابعين.